والحكم حسب الخطأ. لكن ازاي لعبه زي دي ما فيهاش طرد؟ بص كده على قدم لعيب غزل المحله، شايف اللاعب داخل ازاي؟ يعني لعبه زي دي انا مش فاهم ازاي الحكم، اصل الحكم طالما حسب المخالفه يعني شاف الالتحام وما حسبوش كده عشوائي. معنى كده ان هو شاف القدم داخل بقوه في ركبه لعيب النادي الاهلي. على فكره اول حاله هنشوفها مع بعض هنا خطا على لعيب النادي الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هل هنا في ضربه جزاء لصالح لاعبي النادي الاهلي ولا ما فيش؟ لما نشوف مع بعض كده، هو الكره دي ما تعدتش وانا جايبها طبعا من زاويه بعيده جدا، لكن مش باين ان في اي لمسه يد على لعيب غزل المحله، فهنمشي مع قرار الحكم ان ما فيش ضربه جزاء. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب غزل المحله، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لعيب غزل المحله، لما نشوف مع بعض كده هو هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لاعبي النادي الاهلي. هنا الحكم حسب المخالفه، بس هل لعبه زي دي لاعب غزل المحله ما يستاهلش انذار؟ يعني هنا في تدخل بقوه وفي تعمد، لازم يبقى مع اللعبه دي انذار. طب هل الحكم بعيد ما شافش اللقطه؟ لا، الحكم قريب جدا ومفيش حد واقف قدامه وشايف اللقطه 100%، بس هو اللي مرضيش يدي اللاعب انذار. فطبعا هنا قرار الحكم ان ما يطلعش انذار قرار خطأ. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح لاعبي النادي الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، الحلقه دي اغرب حاله في المباراه. بص ان هو في خطا على لعيب غزل المحله والحكم حسب الخطا، لكن ازاي لعبه زي دي ما فيهاش طرد؟ بص كده على قدم لعيب غزل المحله، شايف اللاعب داخل ازاي؟ يعني لعبه زي دي انا مش فاهم ازاي الحكم، اصل الحكم طالما حسب المخالفه يعني شاف الالتحام وما حسبوش كده عشوائي. معنى كده ان هو شاف القدم داخل بقوه في ركبه لعيب النادي الاهلي. على فكره التدخل ده من اخطر التدخلات اللي ممكن تشوفها. فلعبه زي دي الحكم حسب المخالفه بدون حتى انذار، مع ان لعبه زي دي يستاهل فيها طرد، لكن هنا الحكم ما حسبش حتى الانذار. طبعا هتقول لي الفار ما اتدخلش ليه؟ اقول لك هو اصلا تقريبا يعني ما كانش فيه فار. نروح للحلقه اللي بعديها وهي حاله طرد لاعبي النادي الاهلي. تعال بقى نشوف مع بعض كده الحلقه دي ونشرحها مع بعض واحده واحده. اولا علشان يبقى فيه طرد لازم لعيب غزل المحله يكون مستحوذ على الكوره ويكون في حاله انفراد. طيب هل لعيب غزل المحله مستحوذ على الكوره؟ لا، هنا لعيب النادي الاهلي ولعيب غزل المحله عندهم فرصه يلعبوا الكوره، وفي لعيب كمان من لعيب النادي الاهلي موجودين، يعني في 2 مدافعين من لعيبه النادي الاهلي ومهاجم غزل المحله. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي ان اصلا لعيب غزل المحله مش مستحوذ على الكوره. يعني اول شرط علشان يبقى فيه طرد مباشر ان لعيب غزل المحله يبقى مستحوذ على الكوره. لما نشوف مع بعض هنا اللاعب بتاع غزل المحله مش مستحوذ على الكوره، يعني الشرط اللي موجود عشان ياخد لعيب النادي الاهلي الطرد مش موجود، اللي هو استحواذ على الكوره. طيب هل في انفراد؟ ما هو لو هو قدام لعيب النادي الاهلي يبقى في انفراد. احنا شايفين في اللقطه دي هل لعيب غزل المحله قدام لعيب النادي الاهلي؟ طبعا لا، الاثنين لعيبه جنب بعض، ولو شفناها اصلا يعني هتلاقي لعيب النادي الاهلي كمان سابق بحاجات بسيطه. فهنا لعيب غزل المحله حط قدمه عشان يلعب الكوره، طبعا اي حد بيجري هيقوم خابط فيه. انا مش بقولك ان هي مش خطا، الكوره دي خطا، لكن ما يستاهلش فيها الانذار، ما يستاهلش فيها طرد. لكن طبعا يعني انا مش عارف بناء على ايه حكم الفار ما اتدخلش في اللعبه دي ويجيب لحكم الساحه يشرح له طبعا كل اللي احنا قلناه دوت. نروح للحلقه اللي بعديها، هل هنا في ضربه جزاء لصالح لاعبي النادي الاهلي ولا لا؟ لما نشوف مع بعض كده ما فيش ضربه جزاء، لاعبي النادي الاهلي هو اللي اول ما حصل معاه التحام راح واقع، وحتى الالتحام دوت يعني ما يستاهلش يبقى فيه ضربه جزاء عليه. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وغزل المحله.